السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي الأعزاء، صديقاتي، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد. الإذاعة الجزائرية الرسمية حاولت إقحام اسم المملكة المغربية في موضوع التدخل العسكري الفرنسي بالنيجر، قائلة إن المغرب يسمح بمرور الطائرات العسكرية الفرنسية فوق أجوائه، في حين رفضت الجزائر الطلب. فهؤلاء المسؤولين بالجزائر ليس لديهم نظرة إنسان عاقل يعرف الجغرافيا. وإن سلمنا بهذا الطرح وقام المغرب بهذا العمل على حسب ادعائهم، فإن ذلك غير ممكن من الناحية العملية والجغرافية، لأن التيار الفرنسي هنا سيكون مضطرا للمرور إما عبر الأجواء الجزائرية التي هي أصلا مغلقة كما يدعون، أو عبر أجواء موريتانيا ومالي معا للوصول إلى النيجر، علما أن المجال الجوي المالي مغلق هو كذلك في وجه أي عدوان عسكري على هذا البلد. فهنا يكمن الكذب والبهتان مسربي هذا الخبر الكاذب الذين يريدون منه عصابة المرادية تشويه سمعة المملكة والإساءة إليها داخل أوساط الشعب الجزائري المغلوب على أمره. فهذه كذبة روج لها مجموعة من المعقدين والمرضى النفسيين والعسكريين الفاسدين. صراحة الشعب الجزائري هو أكبر ضحية ما دام يسكت على هذا الاستحمار والمهازل. فالسؤال الذي يطرح نفسه وهو كيف يمكن لكبرانات فرنسا وحراس فرنسا أن يمنعوا فرنسا من الطيران فوق مقاطعتها؟ فعلا هذا لا يصدقه العقل أبدا، لأن بدون فرنسا الأوروبية فرنسا الإفريقية لا وجود لها. انتهى الكلام، نقطة إلى السطر. أهلا وسهلا بكم من جديد، فضلا وليس أمرا. يرجى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم دائما الجديد، وكذا الضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع المجموعات والأصدقاء. وشكرا للجميع، وتحية خاصة للملتحقين الجدد الذين التحقوا بالقناة ومؤخرا. لذلك قبل أن نبدأ انزل إلى الأسفل واضغط على زر الإعجاب وكبر الشاشة ولننطلق سويا. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي قناة المغرب حضارة. فضيحة من العيار الثقيل. وكالة الأنباء الجزائرية تتكلم عن الحرفية والمصداقية. هنا يطرح سؤال حول حرفية الإعلام الرسمي الجزائري من بعد ما كشف هذا التقرير للإذاعة والتلفزة الجزائرية الحكومية مساء الاثنين أن فرنسا تستعد لتنفيذ تهديداتها الموجهة للمجلس العسكري في النيجر والمتعلقة بتدخل عسكري. ونقلها هذا التقرير عن مصادر مؤكدة أن التدخل العسكري بات وشيكا والترتيبات العسكرية جاهزة لهذا الأمر. وتم نشر أخبار أخرى مفادها أن موقع يتابع حركات الطيران في العالم قام برصد عودة طائرة تابعة للقوات الجوية الفرنسية كانت قادمة من فرنسا، عادت أدراجها من حدود الأجواء الجزائرية بعد رفض الجزائر طلب من فرنسا يتضمن السماح لطائرتها العسكرية بعبور الأجواء الجزائرية من أجل مهاجمة البلد الجار النيجر. وردا على هذه الأكاذيب، رئيس الأركان الفرنسي البارحة نفى أن تكون باريس قد طلبت من الجزائر استخدام مجالها الجوي لتنفيذ عملية عسكرية كهذه. وكذب هذا الخبر الذي نشرته الإذاعة الجزائرية الرسمية بوقت متأخر من يوم الاثنين، الذي يقول بأن الجزائر رفضت طلبا فرنسيا لفتح مجالها الجوي أمام عملية عسكرية بالنيجر. جاء هذا الرد الواضح بعدما حاول النظام بالجزائر إقحام اسم المملكة المغربية في هذا الموضوع، في موضوع التدخل العسكري هذا، حيث قالت وكالة الأنباء الجزائرية أن المغرب يسمح بمرور الطائرات الجوية الفرنسية في حين رفضت الجزائر هذا الطلب. وعبرت الجزائر يوم الأحد الماضي عن بالغ استيائها من قرار مجموعة الإكواس التي تدعمها باريس للجوء إلى الخيار العسكري لحل الأزمة بالنيجر. وأكد بيان الخارجية الجزائرية أنها تأسف بشدة لإعطاء الأسبقية إلى القوة عوض مسار سياسي تفاوضي لحل الأزمة. ورجعت يوم أمس وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصدر رسمي أن فرنسا توجهت إلى المغرب من أجل فتح المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية قصد شن هجوم عسكري جوي على النيجر. وهذا الشيء يؤكد حسب ادعائهم أن المملكة مستعمرة تابعة لفرنسا وتخريق القانون الدولي ضد شعب النيجر.
وهذا حسب قول مصدر رسمي جزائري من بعد ما قامت بنشره وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. كل هذه الخزعبلات والأخبار الزائفة التي لا أصل لها من المصداقية جاء في رد رسمي حول هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، وفتح هذه البروباغندا الموجهة إلى الداخل الجزائري. وهذه المحاولة الخبيثة لتشويه سمعة المملكة المغربية على الصعيد الدولي، وخصوصا عند الدول الإفريقية وشعوب المنطقة التي ترفض أي نوع من التدخل بالنيجر أو المنطقة ككل. في الجزائر تعتبر بؤرة للكذب والخداع، خصوصا فيما يتعلق بالمغرب، فموقف الرباط كان واضح بخصوص هذه الأزمة، وكان قد عبر عنه السيد محمد العروشي السفير الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي. أكد فيه أن المغرب يثق في حكم شعب النيجر وقواه الحية للحفاظ على المكتسبات وعلى دوره الإقليمي البناء. فهذه الإذاعة الرسمية الجزائرية التي ذهبت إلى حد اتهام المغرب بفتح مجاله الجوي للطائرات الفرنسية لمهاجمة النيجر كانت هي المصدر الحكومي الوحيد والإعلامي الوحيد بالمنطقة التي أكدت هذه المعلومات الزائفة وروجت لها في محاولة لكسب التعاطف واستجداء الرأي العام بالجزائر في محاولة التغطية على دوره في المحاولة الانقلابية التي وقعت بالنيجر، والتي كانت الجزائر أحد أطرافها. ومن خلال تسريبات الإدارة الأمريكية للأحداث بالنيجر ومن خلال جواسيس يعملون لأمريكا، أكدوا أن بعض الدبلوماسيين الجزائريين كانوا يقومون بأعمال عدائية ضد المصالح الأمريكية بالنيجر من خلال حث المواطنين الذين خرجوا إلى الشوارع حثهم على مهاجمة المصالح والقواعد الأمريكية. وهذا ما عبر عنه بلينكن بغضب لعطاف خلال زيارته الأخيرة التي استدعي لكي يتم استنطاقه وتوبيخه على تصرفات الجزائر التي تحاول خلق الفوضى بالمنطقة لكي تتمكن من السيطرة على دول غرب إفريقيا أو المنطقة ككل. فدور عسكر الجزائر معروف ولا يخفى على أحد، فهي تحاول خلق توازن لصالحها ضد المغرب ومصالح المملكة، وكذلك الأنظمة القائمة بالمنطقة التي تحاول بناء كتلة اقتصادية عسكرية متلاحمة لمواجهة التحديات والتغيرات الجيوستراتيجية المستجدة التي تحاول عدة أطراف ودول تطبيقها بهذه المنطقة الحيوية التي تطل على غرب المحيط الأطلسي. وهذا ما لاحظناه من تحرك العسكر الذين يحاولون تغيير لاعب بلاعب آخر، يعني سحب من فرنسا لصالح روسيا، فهو بهذا التصرف يكون منغمسا إلى أخماس قدميه في هذه الأحداث التي تزيد في تخلف ولا استقرار المنطقة ويجعلها عرضة للأطماع سواء كانت غربية أو روسية أو صينية أو غيرها. فسياسة العسكر واضحة لصالح روسيا في المنطقة، وعمليا العسكر الجزائري أصبح تحت قبضة روسيا والفاغنر، خصوصا بعد الاتفاق الأخير مع الروس من خلال فتح مكتب تمثيلي بالجزائر لوكالة التعاون الروسية لتأطير ورعاية التمدد الروسي الاستراتيجي العسكري والاستخباراتي بالمنطقة. هذا ما يعتبر مرحلة جديدة من التوغل الروسي بالمنطقة وتوفير القواعد واللوجستيك للقوات الروسية. فهذه التصريحات جاءت في وقت تأكيد الاتحاد الإفريقي تعليق مشاركة النيجر لجميع أنشطته بسبب الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي، مؤكدة أن الخيار العسكري ما زال على الطاولة وأن المجموعة ستستعمل كل الخيارات المتاحة من أجل حل الأزمة القائمة. فهذا رئيس فاغنر يظهر له مقطع فيديو يصرح بأن مجموعته تقوم بأنشطة استطلاع وتفتيش لجعل روسيا أكبر في كل القارات وجعل إفريقيا أكثر حرية. فهذه الرواية الجزائرية ليست مقنعة، والرد الفرنسي كان على أعلى مستوى وجليا وواضحا. فهذه الادعاءات تظهر العنترية والزعامة التي يحاول نظام العسكر إظهارها وإيهام الشعب الجزائري بأنهم دولة مستقلة وذات سيادة، تحاول تسويق هذه الصورة للداخل الجزائري من أجل إظهار قوتهم المضروبة. فنقل الخبر بدون ذكر المصدر وبدون أي دليل مادي يثبت عدم صحة هذا الخبر على هذه القضية. فلو كان صحيحا لثبت أثرا يدل عليه. فهناك سؤال مطروح:
لماذا لا تقوم الجزائر بتقديم الدليل على أن هذه القضية صحيحة وتقدمها كحجة للرأي العام؟ وهناك أمر آخر يثير الاستغراب، وهو ذكر بلدنا المغرب الحبيب. فالتساؤل هنا: لماذا زج اسم المغرب في هذا الطلب؟ ولماذا ذكر اسمه في هذه القضية؟ فللأسف عسكر الجزائر دائما يحاولون زج وإدخال المملكة المغربية في هذه الأمور. فالإذاعة الجزائرية الرسمية حاولت إقحام المملكة المغربية في موضوع التدخل العسكري بالنيجر، قائلة إن المغرب يسمح بمرور الطائرات العسكرية الفرنسية، في حين رفضت الجزائر الطلب. فهؤلاء المسؤولون بالجزائر ليس لديهم نظرة إنسان عاقل يعرف جغرافية المنطقة. فإن سلمنا بهذا الطرح وقبل المغرب على حسب ادعائهم، فإن ذلك غير ممكن من الناحية الواقعية والعملية، لأن الطيران الفرنسي سيكون مضطرا للمرور إما عبر الأجواء الجزائر التي هي مغلقة كما يدعون، أو عبر أجواء موريتانيا ومالي معا للوصول إلى النيجر، علما أن المجال الجوي المالي مغلق هو كذلك في وجه أي عدوان عسكري على النيجر. فهنا يكمن كذب وبهتان مسرب هذا الخبر الكاذب الذي يريدون منه عصابة المرادية تشويه سمعة المغرب والإساءة إليه داخل أوساط الشعب الجزائري المغلوب على أمره. فهذه كذبة روج لها مجموعة من الحاقدين المعقدين والعسكريين الفاسدين. صراحة الشعب الجزائري هو أكبر ضحية ما دام يسكت على هذا الاستحمار والمهازل. فالسؤال الذي يطرح نفسه بنفسه وهو: كيف لكبرنات فرنسا وحراس فرنسا أن يمنعوا فرنسا من الطيران فوق مقاطعاتها؟ فعلا هذا لا يصدقه العقل أبدا، لأن بدون فرنسا الأوروبية فرنسا الإفريقية لا وجود لها. انتهى الكلام، نقطة إلى السطر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي أصدقائي، إلى اللقاء.